النهارده هنتكلم عن الاستفزاز والغباء. اكيد كل واحد فينا تعرض للغباء قبل كده، تعرض للاستفزاز. بس انا شويه شويه اكلمكم عن الحاجات اللي بتستفزني انا شخصيا. يعني مثلا الحاجات اللي بتستفزني مثلا زي مثلا مكالمات الواتساب او الفويس بتاع الواتساب. الفويس بتاع الواتساب انا بشوف ان في ناس بصراحه. يعني عندي 3 انواع من الناس اللي بتبعت لي فويس. يا اما القى واحد باعت لي فويس 3 دقائق او 6 دقائق او 7 دقائق، وده بصراحه ببقى عايز اقول له يعني انت باعت ليه 6 دقائق و7 دقائق؟ انت كنت ركبت وجيت وقعدنا مع بعض واتكلمنا، او كنت عملتها تراك وماستر وكده ورفعتها على اليوتيوب. انت ليه رافع ليه باعت لي انا 6 دقائق اقعد اسمعهم؟ يعني ايه اللي ممكن يكون في حياتنا 6 دقائق؟ بس المشكله بقى لما تيجي تفتح ال6 دقائق بتلاقيهم عباره عن ايه بقى؟ بتلاقيهم عباره عن ان هو مثلا ايه، داخل الحمام، طالع من الحمام، بيكلم. المشكله ان في واحد لسه باعت لي رساله قريب، ده اللي خلاني اتكلم في الموضوع. كنت بساله سؤال عادي، انا يعني تقريبا الفويس نوت بتاعتي لا تزيد عن 50 ثانيه. هو بعت لي فويس تقريبا 3 دقائق وكلهم ما فيهمش معلومه واحده. هو بيتكلم مع ابنه وبدا يتكلم مع مراته وبدا، يعني هو بيعمل حاجات يعني هو فتح الفويس ورفعها لفوق وبدا يتكلم مع الناس اللي جنبه. عايش حياته اوكي، بس انا ليه؟ يعني انا ليه اسمع 3 دقائق او 4 دقائق من حياتك وبيتكلم مش عارف مع ابنه الصغير؟ ويا ابني اكتب الواجب بس، يا ياقوت المفروض هنعمل يا كذا. يعني انت بتبعت رساله وهو عايش حياته خالص. يقابلنا بقى واحد ضده تماما بقى. ده مثلا ممكن ابعت له نفس ال 50 ثانيه بس يرد عليا يقول لي ايه بقى؟ خلاص انا جاي، خلاص. والله العظيم انا بروح الواتساب دوت يبقى فيه طريقه ان انت تبطئ الصوت، فبروح هناك وابطئ الصوت عشان اسمعه. بعد ما جاي. طب انا شخصيا ما فيش حاجه. هو اختصر زياده عن اللزوم قوي، اختصر زياده عن اللزوم. مش عارف رحنا. يا ابني بسالك على حاجه، هنعمل ايه؟ لا. طب قول لي انت فين عشان اقدر اوصل لك. لحد ما انا وهو يعني مش عايزين نفضحه، يعني هو اسمه خالد، فانا بعت له رساله اقول له ايه؟ اقول له يا حبيبي قول لي انت بتقول ايه؟ ما أنا مش قلت لك. فهو تحس ان في حد مكلبش وما تفهمش. ده يعني احنا عندنا ده ال3 دقايق اللي هو الراجل، ولا ال4 دقايق اللي هو بيعيش حياته، اللي هو بيقعد يكلم ولاده وعياله وبتاع. وفي ناس تانيين بيبعت لي الرساله اللي هو تقريبا مكسل. هو تقريبا على فكره بيتكلم، اللي اكتشفت ان هو بيتكلم وبعد كده بيفتح الريكورد. يعني هو بيتكلم يفتح الريكورد، تلقط بقى اخر 4 5 حروف من الموضوع، هو شوف هيقول ايه. في بقى صاحبك بقى الايه اللي بعت لك المسج على الواتساب بس ده محلل. يعني مثلا تكلمه تقول له ايه؟ الواحد تعبان في شغله قوي، فيجي ماسكك بقى وداخل لك. بس احنا القواعد الفلسفية بتاعة المرئية، لو احنا رحنا وجبنا البتاع والأنشطة الرياضية في حاجاتنا الطبيعية نبدأ نشتغل على أسلوبنا النفسي وحياتنا النفسية. فاحنا لو اشتغلنا على أسلوبنا النفسي هيقدر يكون في تطور لعلاقاتنا الاجتماعية مع مجتمعنا المحيط. فانت تبدأ تقول ايه يا ابني؟ بقول لك انا تعبان نفسيا عشان اقدر افكر. ايه مش مسجل؟